فكرة إنك تعاشر شخص ناضج وسوي نفسياً فدي من الحاجات المهمة والمريحة جداً. شخص يبقى عقله كبير، ما يقفش على الوحدة، ما يفتعلش مشاكل على اللي يستاهل واللي ما يستاهلش. على فكرة دي حاجة بتريحك انت نفسك وبتريح كل اللي حواليك، حاجة بتخلق نوع من الاستقرار النفسي والاستقرار المعيشي. الواحد لما بيعاشر شخصية صعبة حياته بتبقى صعبة وموترة ومليانة بالمشاكل، سواء بقى مشاكل خفية بينك وبين الشخص ده أو مشاكل ظاهرة لكل الناس. الحياة بتبقى مش مريحة، بتبقى قلقان طول الوقت، كل همك تتفادى المشاكل وإن اليوم يعدي بسلام. عايش بس بتلملم في أخطاء الشخص ده عشان تحافظ على الاستقرار الوهمي اللي بياخد منك ومن طاقتك أكتر ما بيضيفلك وأكتر ما بيديلك. عايش بتبذل في مجهود طول الوقت بيستنزف من روحك وراحتك وهدوءك النفسي. اختاروا الناس السهلة، الناس المريحة، الناس العاقلة والناضجة اللي تعرف امتى تمشي الدنيا وامتى يبقى الوقفة على غلطات مستاهلة، مش وجع دماغ طول الوقت عمال على بطال. ما تهلكوش روحكم مع ناس مريضة نفسيا وغير أسوياء، عايشين في صراع دايم مع نفسهم ومع كل اللي حواليهم. الحياة مرة واحدة بس، ما بتتكررش. حاول تعيشها مرتاح قد ما تقدر.